إيه السمات الشخصية اللي بتحبها أنت كعمرك في الممثل؟ الاجتهاد والالتزام، يعني أهم من الموهبة 300 مرة. فعلًا الموضوع 300 إمم. مرة. مش 300 يعني عشان ما أبالغش، بس قصدي مهمين جدًا. الاجتهاد بيفرق أوي، المذاكرة بتاعة الممثل بتبان جدًا، الdiscipline بيبان جدًا، إن هو النهارده هو آآ جاي مذاكر، عامل اللي عليه، مش هو بيسيب أنت بقية الحاجات خلاص. إنما الحاجات اللي بتضايق هي الانشغال بالآخرين، الانشغال بالظروف العامة، الشكوى من الحال والزمن والناس بس أنا بالنسبة لي أكتر حاجتين يعني هو الالتزام والاجتهاد، دول أكتر حاجتين بيبقوا حاجة من الموهبة طبعًا أكيد مهم جدًا ومبهر وبيخلّيك كده، بس يعني دول أهم حاجتين. إيه اللي بيبهرك في يعني وأنت في audition كده إمم. وتشوف ممثل حاجة ذكاء. عملها؟ الذكاء. باحس وأنت معايا في كل أعمالي، رهيب. وهو الذكاء ده بيبقى ذكاء غالبًا emotional، لإنه قدرته على فهم تعاطف مع الشخصيات المختلفة. وفهم أنت عايز تروح فين بمشاعر، يعني هو دي الشيء ده بيبقى مبهر بالنسبة لي الحقيقة، مبهر يعني يبقى في جملة كده أعتقد في الكتاب بتاع جوديث ويستون قالت لك التمثيل is a touch of divine. أنا مش عارف touch of divine دي بقى يعني إيه بالعربي الحقيقة، بس هو touch of divine يعني في جزء كده بيبقى مش ساحر يعني.